طبعا كلنا عرفنا اللي حصل مع مطرب المهرجانات عصام صاصا، وتم الحكم عليه بالحبس لمده 6 شهور. في ناس كتير فرحانه بالحكم، وفي ناس كتير زعلانه، في ناس كتير شمتانه، وفي ناس كتير بتدعي له، في ناس كتير حابه اللي حصل معاه، وفي ناس كتير بتقول الحمد لله اللي حصل معاه كده. فايه الحكايه بالظبط كده؟ عشان خاطر بس الناس كتير بقت ضد وناس مع، ناس كتير شمتانه وبتقول لك ده اقل حاجه المفروض يتحكم عليه باكتر من كده. جماعه بلاش الشماته، هو ما كانش اكيد يقصد ان هو يموت الشخص ده، ما كانش يقصد ان هو يعني يخبطه بعربيته، وزائد ان هو كمان بيقول ان هو يعني كان معدي في نص الطريق، واثبت كده باخر فيديو عمله، وقال ان هو واحد كان ماشي في الطريق يعني في نص الطريق، وانه قابل فجاه شخص قدام عينه وهو ماشي. لو هنتكلم على الحاجه اللي هو شربها والتحليل اللي اتعمل له، فما فيش حد اصلا من الشباب، اغلب الشباب دلوقتي يطلع على البحور، يطلع في كل حته، هتلاقي شباب كتير ما شاء الله، يعني مش شرب بس، ده شرب وحاجات تانية واكتر من كده بكتير. فما حدش يشمت في حد، عشان خاطر كلنا هنتحط، وكلنا ممكن نبقى مكان الشخص دوت في لحظه، كلنا ممكن نكون مثلا مكانه في حاجه اكبر من كده. فبلاش تشمت في حد، عشان خاطر انت ما تعرفش ان ربنا شايل لكل واحد رزقه، وكل واحد ربنا كاتب له حاجه هتحصل له مهما حصل. عشان تبقى فاهم بس كده الدنيا ماشيه ازاي، كلنا مجرد روح ماشيه على الارض، كلنا مجرد روح ماشيه على الارض، بتعمل اخطاء، بتعمل يعني ذنوب، بس في الاخر بنرجع لربنا ونلجا له، عشان خاطر مالناش غيره. عشان ناس كتير بتقول لك يعني معلش، انت واحد من الناس اهو، شايف عصام صاصا اللي كان بيطلع يغني لك ويعمل 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 يعمل، اهو اول واحد استنجد بربنا وماسك مصحف في ايديه. ما انت حضرتك عايز يعني يستنجد بمين؟ يستنجد بيك انت؟ ما اكيد لازم يستنجد بربنا، هو مش بني ادم زيك. بعدين الراجل طلع في فيديو قال لك يا جماعه انا ما بدوس على الناس بفلوسي، انا واحد تعبت في حياتي، انا واحد قمت يعني من حياتي كده لقيت ابويا متوفي، يعني راجل يتيم. فانا طبعا انا ما بشمتش، ربنا يفك دقته يا رب ويفكها على اي حد طبعا يعني مظلوم. هو اكيد ما كانش يقصد ان هو يعمل كده مع الشخص دوت، خصوصا كمان ان هو فضل واقف وما مشيش زي اي حد او جري. ناس هتقول لك طب عشان العربيه بتاعته باظت، عادي كان في لحظه ممكن تتنقل بونشه. الدنيا سهله قوي على فكره، بملمين والدنيا بتمشي، وانتوا فاهمين الكلام ده كويس. لكن هو عشان شخص محترم وشخص عارف ان هو غلط، فاكيد وقف عشان خاطر يسلم نفسه. فبعد كل دوت ما اكيد ما نطلعش نقول هو غلطان او هو مش غلطان، لان احنا مش ربنا، واحنا مش الحكومه، او احنا مش القضاء. القضاء حكم عليه بحاجه معينه، وهو التحليل اللي اتعمل له، عشان خاطر طبعا ما ينفعش يكون شارب وهو طبعا سايق عربيه. تمام. فلو حللنا لشباب كتير في العالم كله، هتلاقي ناس كتير ما شاء الله النتيجه بتاعتها ما شاء الله يعني ايه زي الفل. فبلاش تبقى من الناس الشمتانه، عشان خاطر كلنا ماشيين تحت ستر ربنا، صدقوني والله كلنا ماشيين ببركه ربنا. وطبعا برضو مش هنقدر ننسى اللي حصل في واقعة لعب الكرة نادي الزمالك، احمد فتوح طبعا اللي خبط شخص النهارده في العالمين، شخص امين شرطه، وتم طبعا التحفظ عليه واتعمل له تحليل كمان، وطلع النتيجه ايجابيه، بس لسه هيتم طبعا عمل تحليل تاني عشان خاطر برضو يشوف الدنيا ايه، وتم التحفظ عليه وحبسه لمده 4 ايام على ذمه التحقيق. فربنا يرحم طبعا امين الشرطه ويصبر اهله طبعا على فراقه، وفي نفس الوقت طبعا ربنا يرحم الراجل اللي كان في الواقعه بتاعت عصام صاصا، وربنا يفك دقيقتهم، لانهم اكيد مش قتل عمد. وطبعا الكلام ده بتاع الدين بتاع ربنا، والدين هو اللي بيوضح ان يعني قتل الخطأ ده ليه حاجات معينه وشروط معينه. ان هو اكيد واحد زي عصام صاصا قال لك انا هشيل اهله واكون متصالح مع الناس، والراجل طلع قال كل حاجه كويسه، لكن هو الحكم عليه مش بسبب القتل، عشان تبقوا فاهمين. الحكم عليه كان بسبب النتيجه بتاعت التحليل بتاعه اللي ظهرت طبعا في التحليل بتاعه، ولا اكتر ولا اقل. فما نرفعش لحد مثلا يعني زي ما بيقولوا كده، او نعلقوه على كده عشان خاطر غلطه بسيطه. انا عارف ان هو ازهق روح، بس هو مش ما يقصدش، اكيد مش قاصد ان هو يعمل كده، لان هو لو قاصد يعمل كده يعني اكيد من قتل يقتل، انتوا فاهمين الكلام ده كويس. واكيد هو ما يعرفش الشخص دوت، ولا في بينه وبينه اي مثلا عداوه ولا اي حاجه عشان يعمل كده. فما تبقوش انتوا مثلا القاضي واللي بيحكم لا لازم اقل حاجه 7 سنين و8 سنين و10 سنين. طب وانت حط نفسك مكانه، ما انت ممكن تكون راكب عربيتك في يوم من الايام وماشي بيها، هوب غصب عنك خبطت حد. بلاش اللي مات ده اكيد ربنا كان كاتب له يموت في نفس الوضع دوت، ولو راح في اي حته خلقها ربنا كان برضه هيحصل نفس اللي حصل معاه دوت، لان هو ربنا كاتب له ان ده عمره وده اجله، لا اكتر ولا اقل. كل اللي نقدر نقوله ان ربنا يرحمه ويرحم امين الشرطه اللي توفوا في الحوادث دي، وربنا يصبر اهليهم، وسلام.